عملت صينيتين غدا النهارده فاهيتا يا حباب قلبي لولادي بطريقه سهله، تتبيله حلوه قوي، وكمان لاصحاب الدايت دي حلوه قوي، تعملها كلها بالزيت الزيتون حلوه قوي وطريقتها لذيذه وجميله. وكمان شوينا بقى كده الفاهيتا بتاعتنا في صينيه كده على النار، طريقتها حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده يا حباب قلبي. شايفين الجمال؟ حاجه كده 10/10، طعمها حلو قوي. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. ما تيجوا كده مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشني خالص. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده هنعمل غدا حلو قوي، هنعمل صينيه فاهيتا بالرز وبالجبنه الموزاريلا بس بطريقه مميزه. تتبيله الفاهيتا حلوه قوي، وكمان هنعمل الرز بتاعنا بطريقه جميله. وطبعا الصينيه دي بتتقدم نظام اطباق كده في المطاعم، بتبقى في اشهر المطاعم وبيبقى طعمها مميز قوي. مش هقول لكم هنعمل زيها ان شاء الله باذن الله، هنعمل احسن منها كمان. مقاديرنا سهله وبسيطه، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون موجوده في كل بيت، وربنا يجعل بيوت امه محمد عمرنا بالخير يا حبايب قلبي. معانا بقى كده المقادير. معايا كده كيلو من البانيه، طبعا غسلته ونقعته وصفيته حلو خالص من الميه. ومعايا كده معلقه توم مفروم، 3 معالق زيت زيتون، ولو ما فيش زيت زيتون يبقى عادي خالص زيت ذره او زيت عباد. ومعايا كده كزبره، هنقول معلقتين كزبره ناعمه واخده الورق بس. ومعايا كده ربع مج ليمون، ومعايا معلقه بشر ليمون. طبعا لو عايزين نبدل الليمون يبقى برتقان، ربع مج برتقان، عصير برتقان. وناخد كمان بشر البرتقان يا حبايب قلبي، يعني يا البرتقان يا الليمون عادي خالص اللي انتوا حابينه بقى. معايا كده المقادير بتاعت البهارات بتاعتنا. معالق صغيره، معايا معلقه بصل بودر، توم بودر، معايا معلقه كمون، والكمون بيبقى فيه كزبره، انتوا عارفين الكمون بتاعي بيبقى محوج. لو ما فيش كزبره يبقى نص معلقه كمون ونص معلقه كزبره. ومعايا كده ربع معلقه فلفل، ربع معلقه شطه، انا حاطه كميه الشطه بسيطه. ومعايا معلقه فلفل ومعلقه ملح ومعلقه نشا، والنشا ضروري خالص. نجيب بقى بوله كده يا حبيب قلبي. دلوقتي يا حبيب قلبي معانا بوله كده بقى، هننزل بزيت الزيتون من 3 ل4 معالق زيت زيتون يا حبيب قلبي. وهننزل كده بربع مج الليمون. الليمون بديله كمان البرتقال، بشر الليمون. البشر ده بيفرق خالص وبيدي طعم حلو قوي بالشكل دوت. وهننزل بقى ايه، قيمة بقى كده معلقتين من الكزبرة بالشكل دوت. هننزل بقى البهارات بتاعتنا الحلوه الجميله حبيب قلبي، وكل حاجه معالق سوق، يعني بصل بودر وتوم بودر وكمون ونشا وملح وفلفل معالق صغيره. هو المعلقه بس النص معلقه هو الشطه بس. لو انتوا يعني حابين اللي يبقى حرق يبقى معلقه عادي. معايا كده الليمون، معايا كده الثوم، معلقه كبيره ثوم مفروم. هنقلب بقى كده التتبيله بتاعتنا الحلوه الجميله حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، نقلبها حلو خالص. قلبنا بقى التتبيله كده يا حبيب قلبي، ريحتها حلوه قوي وجميله بجد زي ما انتم شايفين كده، الريحه حلوه قوي. طبعا الشكل حلو والريحه انا اللي شماها بس، الريحه بجد روعه. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الوصفه. اهم حاجه بقى ان البانيه بتاعنا زي ما انتم شايفين كده مش صافي من الميه خالص، ما فيهوش اي ميه خالص. هننزل بقى كده كيلو البانيه بالشكل دوت، وهنقلبه تقليبه حلوه، وهندخله اقل حاجه خالص كده ساعتين التلاجة. طبعا ايه في الساعتين دولت هنعمل الرز بقى بتاعنا الحلو الجميل، وهنقطع الخضار، هنقطع خضار حلو قوي. اهم حاجه يا حبيب قلبي ان انا ايه اقلب التتبيله حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين، عشان كل قطعه يعني تاخد من التتبيله. تتبيلتنا حلوه وجميله وطعمها حلو قوي بجد ومميزه. زيت الزيتون مع الثوم مع بشر الليمون، وطبعا قلنا بديل الليمون البرتقاني يا حبيب قلبي. في كلا الحالتين بيبقى الطعم روعه، يعني انا جربت بالطريقتين والطريقتين احسن من بعض. زي ما انتم شايفين كده بقى، يعني ايه لو انا مستعجله عليها ممكن ايه اصبر ساعه واحده بس عادي مفيش اي مشاكل. بس لو احنا مش مستعجلين كل ما تقعد في التتبيله كل ما يكون افضل. نسيبها ساعتين يا حبايب قلبي في التلاجة، ونشوف بقى هنعمل مع بعض رز فاهيتا حلو قوي وشويه خضار ان شاء الله باذن الله هتعجبكم الطريقه. دلوقتي يا حبايب قلبي بقى هنعمل رز الفاهيتا، وبقالنا دلوقتي سايبين كده القطع الفراخ بتاعتنا بالتتبيله بقالها دلوقتي زي ساعه ونص. هنعمل بقى الرز، هننزل كده بمعلقتين زيت، وطبعا لو حابين نحط سمنه نحط سمنه عادي خالص. ومعايا كده 2 حبه بصل مبشوره ناعم خالص،
نزلنا كده حبيب قلبي كده بحبايتين بصل، واهم حاجه البصل بتاعنا يكون ناعم خالص كده. طبعا انا هعمل 3 كوبايات رز بسمتي، يعني مقدار كيلو، 3 كوبايات كده كبار. ويا ريت نستخدم الرز يا حبيب قلبي اللي هو الحبه اللي هي اسمها الحبه الطويله دي، واللي هو الدهبي كمان مش الابيض. الدهبي بيبقى طعمه حلو قوي ومش بيتكسر معانا ولا حاجه. فنقلب بقى البصله بتاعتنا كده بالشكل دوت. وطبعا لازم نجدد ونغير كده في الاكل، مش الاكل الروتيني اللي هو يعني على طول، يعني ننوع كده لاولادنا يعني عشان يحبوا الحاجه وكده. فدي اكله بسيطه وخفيفه وجميله قوي، وبجد هتعجبكم طريقتها. انا اكلتها ومن ساعه ما اكلتها وانا حبيت ان انا اجربها، وبجد طريقتها حلوه قوي ومميزه. نقلب بقى البصله بتاعتنا لما تدبل معانا، مش تاخد لون ولا اي حاجه. معانا كده 2 حبه قوطه برده بشرهم، يا اما تقطعوهم قطع صغننه يا اما تبشروهم، انا بشرتهم. قلبنا بقى البصله كده يا حبيب قلبي يعني قد دقيقتين بس، مطولتش عليها، يعني دبلت بس خالص كده زي ما انتم شايفين. وطبعا بقى البهارات بقى اللي هنستخدمها للرز بتاعنا يا حبيب قلبي، لو انا عندي شوربه يبقى هستغنى عن الاتنين مكعب المرق دولت وهزود شوربه. طبعا مفيش يبقى هنستخدم المرق دوت. معايا 2 كده مكعب مرق، و2 ليمون من اللي هو المجفف، ومعايا 2 قرفه اللي هي السجار، ومعايا كده معلقه كبيره من بهارات الكبسه. مفيش بهارات الكبسه يبقى هنحط كاري وكركم معالق صغننه، ومعايا ويبقى كمون وكده يعني. ومعايا بقى ربع معلقه من اللي هو الزعفران البودر، بيدي شكل حلو قوي للرز ولون جميل قوي. هننزل بقى كده بالبهارات، يعني لو مفيش بقى البهارات الكبسه دي هي بتبقى حلوه قوي وبيبقى فيها كل اللي انا قلت عليه. يبقى هنحط بقى كاري وكركم معالق صغيره وكزبره وشطه وكمون، بس مش اكتر من كده، بس هي بتبقى فيها كل حاجه. ندي تقليبه حلوه كده لما نشم البهارات بتاعتنا، نشم ريحه البهارات الحلوه الجميله. طبعا اول ما نحط البهارات دي بتطلع ريحه حلوه قوي، بالذات لما يكون معاها بصلايه حلوه كده زي دي. هننزل بقى كده بحبايتين او 3 قوطه مبشوره يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، بشر ناعم يا اما نقطعها قطع مكعبات كده. هننزل بيها كده، والطريقه دي حلوه قوي هتعجبكم بجد. هنقلب بقى كده القطه بتاعتنا لما نحس ان هي ايه نضجت كده مع البصله. بعد كده هننزل بقى بالرز بتاعنا، نديله تشويحه حلوه قوي، وبعد كده ننزل بالميه. ما ننساش بقى يا حبايب قلبي ربع معلقه فلفل اسود، وكمان هنحط نص معلقه ملح علشان خاطر احنا حاطين قبل كده مكعبين مرق. نراعي بقى الحته دي ونقلب بقى كده. وكمان البهارات اللي هي بتاعت الكبسه دي بيبقى فيها ملح، هناخد بالنا. نقلب بقى يعني كده القوطه اللي احنا حطيناها اللي يعتبر اتسبكت مع البصله كده. طبعا اول ما نسمع الصوت ده تبقى كده تمام. غسلت بقى الرز بتاعي ونقعته يعني زي ساعه كده زي ما انتم شايفين. دي حبه الرز اللي بقول لكم عليها، الحبه الطويله الدهبي ده افضل رز بسمتي. ننزل بقى كده الرز بقى كده يا حبايب قلبي. واهم حاجه بقى التشويحه دي، دول 3 كوبايات رز بسمتي هنزل عليهم ب4 كوبايات ونص من الميه. طبعا انا نقحته زي نص ساعه كده. طبعا هشوحه تشويحه حلوه، وزي ما قلت لكم اهم حاجه تشويحه الرز، سواء رز بسمتي او رز مصري. اهم حاجه التشويحه دي بتخلي الرز بتاعنا معانا مفرفر وحلو قوي. شوحه حلو قوي، وبعد كده ايه نزود الميه، والميه بتاعتنا تكون سخنه من الكتل. شوحت بقى الرز يا حبايب قلبي، واهم حاجه التشويحه زي ما قلت لكم. اول الرزايه ما تلمع معانا اللمعه دي يعني معناها كده ان اتشوحت حلوه قوي وشربت بقى من البهارات ومن كل حاجه. هنزل بقى بكتل الميه، وطبعا انا معايره الميه بتاعتي مظبطاها على كل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص ميه. والرز دوت يعني انا جربته بياخد كوبايه ونص بس مش كوبايتين. اهم حاجه النقعه اللي انا قلت عليها اللي هي بتبقى نص ساعه الاول يا حبيب قلبي، يغسلوا غسله كويسه وننقعه ايه نص ساعه. هسيبه بقى كده مع نفسه، ونروح نطلع الفاهيتا من التلاجة وازاي نشويها شويه حلوه كده مع الخضار الحلو الجميل. شكل الفاهيتا بتاعتنا يا حبيب قلبي بالشكل دوت، ريحتها حلوه. انا سبتها بالظبط زي ايه 2 ساعة الا ربع، وممكن نسيبها ساعه واحده بس. طبعا شايفين بقى ايه الصوص بتاعها اللي هو نازل منها دوت. التتبيله بتاعتنا حلوه قوي وطعمها جميل، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. حطيت بقى صينيه كده على النار، ونروح بقى نشويها شويه حلوه كده. حطيت صينيه بقى كده يا حبيب قلبي، وطبعا التتبيله بتاعتنا فيها زيت وفيها كل حاجه. هنزل بس بقطع الفراخ كده. طبعا انا هشويها شويه كده بطريقه حلوه بالشكل دوت.
الصوص اللي خرج منها والتتبيله حلوه قوي بجد، ريحتها جميله. زي ما قلنا بقى كده حبايب قلبي ننوع لولادنا، ونشوف ايام الاسبوع بقى كده ال7 ايام بتوع الاسبوع كل يوم ناكلهم حاجه شهر، علشان خاطر ايه؟ ندخل جسمهم بقى كل البروتينات وكل حاجه، وفي نفس الوقت نخليهم لا يحب، يعني ممكن يكون حاجه لو احنا قررناها ايه كذا مره كده. طبعا النار عاليه، نسوي القطع كده حبايب قلبي بالشكل ده. نحط بقى كل ما تقل معايا كده ريحه الثوم بقى مع الليمون مع الكزبره مع البهارات الحلوه الجميله فظيعه بجد. نحط كمان قطع كده. نستمر في التقليب يا حبايب قلبي من الجنب ده للجنب ده لحد ما ناخد بقى السوا الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده تحميره كده. يعني طبعا زيت الزيتون بقى مديله ريحه حلوه قوي. هخرج بقى كل الكميه وعامله بقى شويه خضار. طبعا انا شويت كله، مقطعه بقى كده شويه خضار هوريهولكوا برده. هننزل في نفس الصينيه عشان ناخد بقى الصوص الحلو الجميل ده، نطعم الخضار بنفس الصوص الحلو دوت. نخرج بقى كده كله. خرجنا بقى كده البانيه حبيب قلبي بعد ما اتشوى. شايفين بقى ريحته شكله وريحته جميله بجد. ومعايا بقى كده حبه فلفل احمر وواحده اصفر واتنين اخضر وحبه بصل واحده، وقطعت كله زي ما انتم شايفين كده جوانح يا حبيب قلبي. هنزل بقى عليه على نفس الصوص كده. نعلي بقى النار كده وندي تقليبه حلوه كده. هنبهره برده بشويه ملح صغيرين، رشه ملح صغيره خالص، علشان طبعا ايه البهارات اللي خرجت من الفاهيتا بتاعتنا في قلب الصينيه. معانا رشه فلفل بس مش اكتر. نقلب بقى كده يا حبيب قلبي عشان ناخد نفس الطعم الحلو بتاع الفاهيتا. وطبعا الطبق بيتكمل والريحه حلوه والطعم جميل مشوي بقى كده. يعني كل اللي احنا حطيناه 3 معالق او 4 معالق زيت زيتون مش اكتر من كده، صحي قوي وطعمه جميل. نقلب بقى الخضار بتاعنا يا حبيب قلبي لغايه ما يتشوي شوي حلو برده يكون مستوي. وده شكل الرز بتاعنا. انا مهدياله النار استوى برده حلو خالص. هنشوف بقى ايه نرتب الصواني بتاعتنا الحلوه الجميله. انا هعمل صينيتين. انتي لو مثلا افراد على حسب بقى افراد الاسره حبيب قلبي، يعني لو انتي هتعملي نص كيلو بانيه اعملي نص رز بس مش اكتر، وهتبقى صينيه واحده. انا هعمله في صينيتين عشان احنا عايزينها تبقى خفيفه. رقه الرز خفيف من تحت كده وعليه الفاهيتا ومعاه الخضار الجميل وشويه جبنه موزاريلا. يا عيني يا عيني على الطعم بقى والجمال. اتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله. طبعا بقى الخضار يا حبيب قلبي اول ما حطيناه على النار نزل بقى شويه السوائل اللي بتبقى جواه، فاخد بقى ايه يعني حتى الحاجات اللي هي كانت محمره كده من الجنب من البهارات بتاعتنا وكده، اخد بقى الطعم حلو قوي. بس ما ننساش برده رشه الفلفل ورشه الملح. طبعا ما فيش بقى زيت خالص. هنزل كده بمعلقه زيت زيتون برده. بجد الوصفه دي يعني من ألذ الوصفات اللي انا حبيت فيها طعم زيت الزيتون. يعني التتبيله بتاعتنا الخضار بتبقى حلوه قوي. يا ريت يا ريت ما نستغناش عن زيت الزيتون. بس انا مش بحب ان انا اعقد الدنيا يعني وكده، بحاول ابسطها عليكم وعليا. فلو ما فيش زيت زيتون عادي خالص زيت نباتي حبيب قلبي، بس بجد زيت الزيتون بيفرق. طبعا الخضار بتاعنا اتشوح والبصله اخدت سوا. هنروح بقى كده نجهز بقى الصواني بتاعتنا الحلوه الجميله بطريقه حلوه بجد. اتمنى تجربوها. قطعنا بقى الفاهيتا يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، قطعتها قطع كده. هنزل بقى كده على الخضار بتاعنا والخضار بتاعي استوى. انا كمان كنت مهديه النار خالص. اهم حاجه ان البصله بتاعتنا تستوي كده. شايفين؟ اكيد شايفين بالشكل دوت. هنزل بقى بالفاهيتا بتاعتنا بعد ما قطعتها وهديها تقليبه واحده بس مع الخضار. بعد كده هطفي النار. جبت الخضار كده مع القطع الفراخ يا حبيب قلبي. هنطفي النار. انا قلت لكم دقيقه واحده بس ونطفي النار ونجهز بقى كده الصواني. صينيتين بقى كده يا حبيب قلبي علشان خاطر انا عايزه الرز ما يكونش كتير. يعني ممكن انت تعمليه في صينيه واحده عادي خالص ونفس الكميه وكل حاجه، بس انا حابه ان انا احطه في صينيتين عشان عايزاه تبقى رق خفيف كده زي المطعم بالظبط. انا قلت لكم احنا مش بنقلدهم، لا احنا بنعمل كمان احسن من المطاعم. اكل البيت يا حبيب قلبي لا يعلى عليه. الريحه حلوه قوي وبجد التتبيله روعه.
والاكل بتاعنا النهارده صحي خالص، الزيت الزيتون طبعا، بس هو استعملنا كل الوصفه بتاعتنا، معلقتين زيت للرز، واخدنا كمان 4 معالق للتتبيله، ومعلقه للخضار، وكله ايه زيت زيتون وزيت ذره، زيت صحي يعني، وخفيف وجميل يا حبيب قلبي. طريقه حلوه قوي، اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها. مسحت بقى الرز يا حبيب قلبي على الصينيتين زي ما انتم شايفين كده، ومعانا بقى الفاهيتا الحلوه الجميله والخضار، وهننزل كده بالفاهيتا ونوزعها برده بجد طريقه روعه. ومعايا بقى كده جبنه موزاريلا، ومعايا جبنه شيدر، والجبنه الشيدر اللي هي المستورده الحلوه الجميله اللي هي الدسمه دي، بيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى شبه القشطه بالظبط. نوزع بقى كده الفاهيتا على الصينيتين، وطبعا انا عامله مقدار على حسب الاسره، يعني ممكن انتي تعملي نص المقدار وتبقى صينيه واحده بس، وتبقى جميله برده وحلوه خالص. وقلنا بقى ننوع كده لاولادنا، يعني اللي مش بياكل حاجه هياكلها بالطريقه الحلوه الجميله دي كده. حبيب قلبي شايفين بقى الجمال. اخلص بقى الكميه كلها اللي معايا في الصينيه، توزيع بقى على الصينيتين كده. تحت بقى الفاهيتا يا حبيب قلبي بالخضار على الرز كده، يا جماله يا جماله. شايفين بصراحه يعني الشكل بيتكلم والطعم روعه. معانا بقى كده جبنه موزاريلا يا حبيب قلبي، هوزع بقى الجبنه الموزاريلا، وعلى حسب ما انتي بتحبيها، يعني الطريقه دي بتعشق الجبنه، كتري بيها على قد ما تقدري. وزع بقى كده بقى الجبنه الموزاريلا يا حبيب قلبي، وكمان طبقه كده من الشيدر حلوه قوي، وبجد طعمها فظيع. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. هندخلها بقى، هولع الفرن الشوايه، بس انا طبعا مش عايزه اولع الفرن لان كل حاجه مستويه معايا، انا عايزاها تاخد طبقه كده، يعني الجبنه تسيح وتاخد لون حلو كده، ونخرجها والف هنا وشفا. طول بقى من الفرن يا حباب قلبي، الريحه حلوه قوي بجد، ريحتهم قلب البيت كله، وطعم ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه وكمان مختلفه وحلوه قوي. هنخرج بقى كده قطعه زي ما انتم شايفين كده حباب قلبي، خطيره بجد زي ما انتم شايفين كده حباب قلبي. بصوا الجمال، شايفين الجمال كده، وشايفين الجبنه وطبقات كده الفاهيتا، والرز بتاعنا المفلفل الحلو الجميل. طريقه سهله وبسيطه، وكمان عايزه اوريكم الطبقات كده، طبقات كده الجبنه والرز حلو قوي، والريحه جميله. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها. ولو عجبكم الفيديو يا حبيب قلبي، يا ريت ما تنسونيش باللايك. كل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ليا ودعمكم ليا باللايكات وبالاشتراكات الجديده. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في فيديو جديد. باي.